في هذا المكان الموحش؟ السلام عليك يا ابنتي، إنني طبيب ماهر في علاج الأمراض المستعصية. كنت أجمع من هنا بعض النباتات النادرة، أرجو ألا أكون قد أزعجتك. انتظر أيها الطبيب، إن زوجي مريض للغاية وحاولت علاجه بكل الطرق دون فائدة. ما هي أعراض المرض؟ لحمه يسقط من جسده ولم يبق منه إلا العظم والعصب. هذه حالة نادرة لا يعالجها غيري. أتوسل إليك أن تعالجه وسأعطيك ما بقي لدي من ذهب. لا أحتاج إلى الذهب، وإنما تخفيف آلام الناس هو أجري وثوابي. بارك الله لك يا سيد الطبيب. العلاج أن يقتل ذبابة ويطحنها ثم يركع أمام صنم لبعض الوقت. زوجي نبي الله أيوب ويستحيل أن يقبل الركوع لغير الله، بل يجب أن يفعل ذلك إذا أراد الخروج من محنته. الموت عنده أهون مما تقول. ابتعد، إنك إبليس رجيم. كان نبي الله أيوب عليه السلام طوال هذه السنين يرقد من المرض، ليس في بدنه عضو سليم إلا لسان يذكر الله وقلب ينبض بالصبر والإيمان. يا حبيبي وزوجي وسيدي، أنت نبي الله مجاب الدعوة، فلماذا لا تدعو لنفسك بالشفاء؟ أجابها نبي الله أيوب: إنه يستحي من طلب الشفاء خشية أن يكون اعتراضا على قضاء الله. على الأنبياء أن يصبروا ويحمدوا الله على كل حال. أعرف، ولكنك تعاني من المرض منذ سنوات طويلة، تعبنا من عدها. قال نبي الله: إن الله قد من علي بالصحة 70 سنة، ألا يكون من الأدب أن يصبر 70 عاما مثلها؟ هل تنوي أن تصبر 70 عاما كاملة؟ كلما ادخرناه نفس. بعت كل حلي وملابسي الزائدة ولا أعرف ماذا أصنع في الغد. صديقتنا رحمة جاءت. كيف تعرفت عليها وهي بهذه الملابس القديمة الخاشنة؟ أرى أطراف ضفائرها الذهبية. نعم، كانت رحمة دائما أجمل النساء وأطولهن شعرا. شعرها ينساب كخيوط الذهب. السلام عليكما. ليس معي نقود لأشتري شيئا يا رحمة. وأنا لم آتي لأبيع، إنما لأطلب العمل. عمل؟ أي عمل؟ أستطيع حلب الماشية أو حياكة الملابس أو إعداد الطعام. عندي جارية تعمل كل هذا لي دون أجر. لا يصح أن نتحدث هكذا مع صديقتنا رحمة. إذا تحدثي أنت وحدك معها. آسفة يا رحمة، ليس عندي عمل يناسبك. إنني في أمس الحاجة إلى المال. ما رأيك أن تبيعي لي ضفيرتيك الذهبيتين؟ ما أخبار أيوب؟ ألا يزال على حاله؟ بكل تأكيد، إنه لا يقدر حتى أن يذهب إلى الخلاء إلا وزوجته تمسك بيده. يا لها من حياة صعبة. في رأيي أن الموت السريع أفضل من هذا المرض. لماذا لا ينعم عليه ربه بالشفاء؟ لابد أن ارتكب ذنبا عظيما لا يغتفر، ولهذا فربه يعاقبه عليه طوال حياته. كلام معقول، ولكن ترى ما هو الذنب الشديد؟ لقد كان أيوب دائما رجلا صالحا. هذا في الظاهر، لا نعرف ماذا يخفي علينا. نعم صحيح، الناس أسرار. أيوب الذي ظنناه صالحا يرتكب أعظم الذنوب. سمعت اليوم ما آلمني، إنهم يتقولون عليك ويتهمونك في إيمانك. قال لها نبي الله أيوب: إنه لا ينشغل بما يقول الناس ما دام رب الناس غير غضبان عليه. يعتقدون أن الله غاضب عليك، ولهذا لا يمن عليك بالشفاء. أثبت لهم أنهم كاذبون، ادعو ربك أن يشفيك. غضب نبي الله أيوب من إلحاح زوجته